يا سعاد، شوفي مين على الباب، يمكن جارنا ولا حد من القرايب. حاضر يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخونا، منور البيت. الله يحييك يا حسين. أنا ما جيتش من بلدي غير للخير، وجيت النهاردة مخصوص عشان موضوع مهم جدا. خير إن شاء الله. أنا رجل سعودي، اسمي أبو فياض، والحمد لله ربنا وسع عليا في الرزق وعندي من الخير كتير. وسمعت عنك يا حسين إنك راجل طيب وبتحب أولادك. أنا النهاردة جاي أطلب يد بنتك نبيلة. إيه؟ بنتي؟ يا راجل دي لسه صغيرة. أنا؟ تتجوزني؟ إزاي يعني؟ استني يا سعاد، استني يا نبيلة، خلونا نسمع الراجل الأول. شوف يا حسين، أنا ما جيتش أظلم حد ولا آخد حاجة بالغصب. أنا جاي بطلب رسمي، وهعمل كل حاجة على سنة الله ورسوله. بنتك هتبقى غالية عندي، هسافر بيها السعودية، أديها بيت كبير وخدام يخدموها وفلوس تعيش أحسن عيشة، بدل ما تقعد هنا في الفقر والهم. فلوس إيه يا أبو فايض؟ البنت دي لسه عيلة، لسه بتتعلم تعيش. إزاي تتجوز واحدة في سن ولادك؟ بابا، ماما عندها حق. أنا مش عايزة أتجوز دلوقتي. أنا عايزة أعيش حياتي زي أي بنت، أخرج، أتعلم، أضحك. مش هروح بلد تاني مع راجل معرفوش. يا بنتي اسكتي دلوقتي، اسمعوا مني. بص يا أخويا، أنا راجل غلبان وعندي مصاريف من كل ناحية، واللي بتقوله مش كلام قليل، ده مستقبل مضمون للبنت. مستقبل إيه يا حسين؟ هتبيع بنتك بالفلوس؟ دي بنتنا مش سلعة. أنا فاهم قلقك يا أمي نبيلة، بس صدقيني أنا مش جاي أشتري، أنا جاي أكرم، والبنت هتعيش معززة مكرمة. بصوا يا جماعة، أنا عارف إن الموضوع عامل قلق كبير. الراجل جه من بابه وقال اللي عنده بصراحة. صحيح هو أكبر من نبيلة بكتير، لكن مش يمكن يكون خير لينا وليها. أنا طول عمري بقول الجواز نصيب، ولو ربنا كاتب نصيب البنت عند أبو فياض محدش فينا هيغير ده. بس والله قلبي متلخبط ومش عارف أقرر لوحدي. يا حسين، انت شايف بعين الراجل، لكن انا شايفة بعين الام. انا خايفة على بنتي، لسه صغيرة ولسه عمرها ما شافت الدنيا. هو راجل محترم، ما قلناش حاجة، بس البنت يدوب خلصت تعليمها، عندها احلام، عندها مستقبل. انا مش عايزة بكرة تعيط وتلومنا اننا بعناها. بابا، ماما، أنا مش عارفة أقول إيه. أنا مش هكدب، الراجل محترم وكلامه كله جدية، بس أنا من جوايا مش مرتاحة. بحلم أكمل دراستي، أشتغل، أعيش حياتي زي أي بنت. مش عايزة الناس تبصلي وتقول اتجوزت واحد كبير عشان الفلوس. ده بيجرحني. يا جماعة، أنا ما جيتكم إلا بالخير. أنا راجل وصلت سن ما عاد ينفع أضيع وقت فيه. أبي بيت وأبي زوجة تصوني. ترى يا حسين، أنا ما جيت أطمع ولا أجبر. أنا عندي خير الله، لكن الخير الحقيقي إني ألاقي بنت تصوني وأنا أصونها. والله العظيم لا أظلمها ولا أخليها تحتاج شيء. أنا طول عمري يا جماعة بعمل حساب لربنا قبل أي قرار، وبفكر في ستر البنت قبل أي حاجة. أبو فياض راجل واضح وصريح وبيتكلم من قلبه، وأنا ما أقدرش أعيب عليه. لكن اللي مخليني واقف محتار إن دي مش حياة يوم ولا يومين، دي عمر كاول. أنا خايف أبقى السبب في إن بنتي تبقى مش سعيدة. لو لقيت منها كلمة رضا هطمن وأقول ماشي، ولو حسيت إنها مش راضية يبقى لازم أراجع نفسي. أنا عارف إن الزمن صعب والجواز بقى صعب، بس ده ما يمنعش إني أخلي ضميري صاحي قدام ربنا. حسين، كلامك كله عقل، بس أنا كأم قلبي وجعني. أنا كل ما أبص في عين نبيلة أشوف خوفها. البنت مش عايزة تقول لأ عشان تحرجك، ولا عايزة تجرح الراجل المحترم اللي قاعد قدامنا، لكن قلب الأم بيفهم. أنا لو سبتها تمشي في السكة دي غصب عنها هتبص ليا بكرة وتقول انتوا السبب. أنا مش عايزة البنت تندم ولا تبقى أسيرة في حياة ما اختارتهاش. الجواز مش ورق وفلوس يا حسين، الجواز راحة ورضا. أنا بسمع كلامكم وكل كلمة بتهزني من جوه. بابا عايز يطمن عليا، وماما عايزة سعادتي، وأنا بينكم تايهة.
أنا مش بكره أبو فياض ولا شايفة فيه حاجة وحشة، بالعكس هو إنسان محترم. بس أنا مش مستعدة للجواز دلوقتي. نفسي أعيش شبابي وأكمل تعليمي وأعمل حاجات كتير قبل ما أبقى زوجة مسؤولة عن بيت. يمكن في المستقبل أفكر، لكن دلوقتي لأ. أنا مش عايزة أظلم حد ولا أظلم نفسي. يا جماعة، أنا ما جيتكم إلا بالخير. أنا راجل وصلت سن ما عاد ينفع أضيع وقت فيه. أبي بيت وأبي زوجة تصوني. ترى يا حسين، أنا ما جيت أطمع ولا أجبر. أنا عندي خير الله، لكن الخير الحقيقي إني ألاقي بنت تصوني وأنا أصونها. والله العظيم لا أظلمها ولا أخليها تحتاج شيء. أنا طول عمري يا جماعة بعمل حساب لربنا قبل أي قرار، وبفكر في ستر البنت قبل أي حاجة. أبو فياض راجل واضح وصريح وبيتكلم من قلبه، وأنا ما أقدرش أعيب عليه. لكن اللي مخليني واقف محتار إن دي مش حياة يوم ولا يومين، دي عمر كاول. أنا خايف أبقى السبب في إن بنتي تبقى مش سعيدة. لو لقيت منها كلمة رضا هطمن وأقول ماشي، ولو حسيت إنها مش راضية يبقى لازم أراجع نفسي. أنا عارف إن الزمن صعب والجواز بقى صعب، بس ده ما يمنعش إني أخلي ضميري صاحي قدام ربنا. حسين، كلامك كله عقل، بس أنا كأم قلبي وجعني. أنا كل ما أبص في عين نبيلة أشوف خوفها. البنت مش عايزة تقول لأ عشان تحرجك، ولا عايزة تجرح الراجل المحترم اللي قاعد قدامنا، لكن قلب الأم بيفهم. أنا لو سبتها تمشي في السكة دي غصب عنها هتبص ليا بكرة وتقول انتوا السبب. أنا مش عايزة البنت تندم ولا تبقى أسيرة في حياة ما اختارتهاش. الجواز مش ورق وفلوس يا حسين، الجواز راحة ورضا. أنا بسمع كلامكم وكل كلمة بتهزني من جوه. بابا عايز يطمن عليا وماما عايزة سعادتي، وأنا بينكم تايهة. أنا مش بكره أبو فياض ولا شايفة فيه حاجة وحشة، بالعكس هو إنسان محترم. بس أنا مش مستعدة للجواز دلوقتي. نفسي أعيش شبابي وأكمل تعليمي وأعمل حاجات كتير قبل ما أبقى زوجة مسؤولة عن بيت. يمكن في المستقبل أفكر، لكن دلوقتي لأ. أنا مش عايزة أظلم حد ولا أظلم نفسي. أنا سامع كلامكم كلكم وأحترم رأيكم. يا حسين، يا أم نبيلة، يا نبيلة نفسها، والله ما جيت إلا بنية صافية. إذا كانت البنت قلبها مش راضي، أنا ما أقدر أغصبها ولا أجبرها. الزواج لازم يكون عن رضا وقناعة، وإلا ماله طعم. أنا راجل عشت وشفت الدنيا، وأدري إن الغصب ما يجيب خير. صحيح أنا تمنيت إنها تكون شريكة حياتي، لكن إذا هي شايفة إن وقتها ما جاء فأنا أقبل برأيها، وأقول الله يكتب لها الخير فين مكان. أنا بصراحة يا جماعة قلبي ارتاح لكلام أبو فياض دلوقتي. الراجل طلع صريح وكريم ومش عايز ياخد حاجة غصب، ودي شهادة أقولها لله. قليل قوي لما تلاقي حد بالوضوح ده. لكن في نفس الوقت كلام نبيلة وجعني، حاسس إني كنت هرميها في قرار مش بتاعها. يمكن أنا استعجلت ويمكن الظروف ضغطت عليا، بس البنت دي فلذة كبدي، وما ينفعش آخد قرار في حياتها من غير ما قلبها يكون راضي. أنا بحاول أعمل الصح وعايز أخرج من الموقف ده وأنا مرفوع الراس. يا حسين، الحمد لله إنك فهمت اللي بحاول أوصله من الأول. إحنا مش ضد الراجل ولا ضد أصله، إحنا ضد إن البنت تتجبر على حاجة مش عايزاها. أنا عشت معاها يوم بيوم وبشوفها وهي بتحلم وتخطط وتكتب في الكراسة الصغيرة بتاعتها أهدافها. ما ينفعش أمحي كل ده عشان خاطر جوازة، حتى لو كانت جوازة مريحة مادياً. البنت مش سلعة، البنت روح، ولو الروح دي اتكسرت مش هنعرف نرجعها. أنا عايزة أشوف بنتي مبسوطة، تضحك وتعيش حياتها زي ما هي عايزة. أنا مش عارفة أقول إيه غير إني ممتنة ليكم يا بابا وماما. كنت خايفة إنكم تضغطوا عليا وتخلوني أوافق وأنا مش عايزة، لكن دلوقتي حاسة إنكم فهمتوني. أنا مش ضد الزواج، بالعكس أنا مؤمنة إن الجواز ستر ونصيب، لكن مش دلوقتي. أنا لسه محتاجة أجهز نفسي، أبني مستقبلي، ولاقي الشخص اللي قلبي يلاقي نفسه معاه. أبو فياض إنسان محترم وأنا بقدره جداً، لكن قلبي مش قادر يخطو الخطوة دي، وده مش عشان أقلل منه، لكن عشان أكون صريحة مع نفسي ومعاه. يا بنتي نبيلة، أنا فخور بصراحتك. الكلمة اللي خرجت من قلبك أغلى عندي من 1000 موافقة جاية بالعافية.
يمكن نصيبنا ما جاء، لكن أنا أدعي لك من قلبك إن الله يكتب لك الخير ويكرمك بزوج تحبيه ويصونك وتعيشين معاه العمر اللي تتمنينه. أنا يمكن أطلع من هنا من غير زواج، لكن أطلع وأنا راضي لأني شفت أسرة متربية على الصراحة والوضوح. يا حسين، يا أم نبيلة، أشكركم على كرمكم وحسن ضيافتكم، وأنتم أهل العز والكرامة. أنا النهاردة تعلمت درس عمري ما كنت هنساه. أوقات كتير بنفتكر إننا كآباء عارفين مصلحة ولادنا أكتر منهم، وبننسى إن ليهم قلب وعقل بيشوفوا بيه حياتهم. كنت هتسبب في إن بنتي تدخل تجربة مش راضية بيها، لكن الحمد لله ربنا هداني وفهمت. أهم حاجة في الدنيا دي هي راحة البال ورضا القلب. أنا قلبي دلوقتي مرتاح إني دفعت عن بنتي وخليتها تختار. أنا مش ضد الزواج ولا ضد الستر، لكن ضد إن البنت تمشي في سكة مش عايزاها. يا حسين، يا أبو فياض، يا نبيلة، الليلة دي هتفضل محفورة في ذاكرتي، لأنها ليلة مليانة صدق وصراحة. أنا بشكركم كلكم، بشكر بابا وماما إنهم سابوني أتكلم براحتي وما فرضوش عليا حاجة، وبشكر أبو فياض على احترامه وصراحته. يمكن النهاردة رفضت، بس بكرة نصيبي هيجي في الوقت الصح ومع الشخص الصح. أهم حاجة اتعلمتها إن الجواز مش ورق ولا مهر، الجواز حب ورضا. أنا خارج من البيت ده رفع راسي، لأني ما طلبت إلا الحلال وما قوبلت إلا بالصدق. يا حسين، يا أم نبيلة، أنا ما ألومكم، بالعكس أحترمكم أكتر. والليلة دي خلتني أتأكد إن في الدنيا ناس لسه متمسكين بالقيم. الله يوفق نبيلة في حياتها، وأنا أدعي لها دوما من قلبي.